معنا النهاردة في المركز السابع أحد أقوى أنميات الجاسوسية والحرب العالمية التانية، جوكر جيم. غالبا الأنمي ده الوحيد اللي بيتكلم عن الجاسوسية أيام الحرب العالمية التانية، أو هنا قبل الحرب ما تبدأ، بحيث إن اليابان عملت وكالة تجسس استخباراتية اسمها وكالة دي، والسبب في ده هو بأن المعلومات أيامها كانت أهم سلاح للدول، سواء معلومات عسكرية أو معلومات اقتصادية أو أي معلومات. أي معلومة عن أي دولة قوية زي السوفييت أو الألمان أو الإنجليز تعتبر سلاح. بس أحد أهم أسباب عمل الوكالة دي هو أنهم عايزين كل المعلومات عن سلاح سري للنازيين شغالين عليه. واللي داخل الوكالة أو التأهيل للوكالة مجموعة من الشباب، سواء من الجيش أو المدنيين، والمؤهل أكتر بيتخرج وبيبقى تبع الوكالة. فتخرج 8 شباب يعرفوا في كل حاجة ودارسين اقتصاد وسياسة ولغات وأي حاجة تخطر على بالك. الشخص اللي بيطلع من تحت إيديهم بيبقى كامل في كل حاجة، لأنه هيتبعت لدول تانية كجاسوس يدخل وسطيهم ويجيب كل المعلومات المطلوبة، شبه رأفت الهجان كده، بيثبت نفسه هناك ويشتغل يبعت المعلومات للوكالة. فهتشوف مهمات في دول مختلفة زي بريطانيا وألمانيا وغالبا روسيا كمان. مش متأكد والله لأني ما شفتش الأنمي، بس الأنمي مظلوم ومش واخد حقه خالص. وأنا شفت الفيلم اللايف بتاعه اللي عرض قبل الأنمي بسنة في 2015، وكانت أول نص ساعة أو ساعة قوية جدا وتشد جامد. بعد كده، أو تحديدا بعد ما شاف صاحبتنا دي والفيلم سخف شوية، والمفروض الحتة دي تبقى حلوة جدا على فكرة، بس للأسف معرفوش يظبطوها صح، أو على الأقل أنا شايف كده. والأنمي عرض في 2016 على 12 حلقة بس، وده من أبرز عيوب الأنمي، إنه قصير جدا رغم إنه كان ممكن يتعمل له مواسم، خصوصا بإن المانجا وسلسلة رواياته طويلة وممكن يطولوا فيه ويبقى ممتع، بس غالبا ما كانش فيه شغف إنهم يكملوا علشان ما حققش نجاحات كبيرة. يا ريت اللي شافه يقول لنا رأيه عنه في الكومنتات.